السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. تعالوا النهاردة هنعمل بسكوت سهل وسريع جدا. انا مسمياه بسكوت ال5 دقايق لانه بجد بيتحضر في فترة قليلة جدا، بيكون جاهز معاكي. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني. عايزة اقول لكم البسكوت ده سهل قوي، لو عندك بيضة واحدة بس وكوباية ونص من الدقيق هتدخلي تحضريه بكل سهولة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وكمان سيبولي كده كومنت صغير منكم عشان ادخل وارحب بيكم. نسمي الله ونشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة في طبق عميق كده هبدأ احط نص كوباية من الزيت النباتي، هحط عليها نص كوباية من السكر البودر، ممكن نستبدله بسكر عادي، بس هقول لكم دلوقتي خطوة مهمة جدا. تمام، هحط بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ وهحط عليها ظرف من الفانيليا. هنبدأ كده نضرب المكونات دي كويس جدا، يا اما في الخلاط يا اما في الهاند بلندر. تمام، انا استخدمت الهاند بلندر عشان اسهل على نفسي، لكن طبعا لو ما عندكيش هتحطي المكونات دي تضربيها كويس جدا في الخلاط، وبعد كده بتضيفيها في الطبق ونكمل عليها بقية المكونات. تمام، بقول لو هنستخدم السكر اللي هو الحبيبات هنضربها كويس جدا جدا بحيث ان السكر معايا يدوب كويس جدا قبل ما نضيف عليه الدقيق والمواد الجافه. تمام، لكن طبعا يفضل السكر بودر، هيكون اسهل معاكي في الخفق وهيدوب معاكي بسهوله جدا. هضربها كده كويس جدا لحد ما اتاكد كده ان المكونات كلها دابت مع بعض كويس، وبعد كده اشيل الدراع بتاع الهاند بلندر بالشكل ده كده، وهبدا انزل بالدقيق. ده كده القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين بيكون ناعم جدا جدا بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ انزل بالمواد الجافة، هنزل بكوباية ونص من الدقيق متعدد الاغراض وهننخلهم كويس جدا، وهبدأ اقلب بالمعلقة. تمام، الاول هنضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة بسيطة خالص من الملح. لو حابين تخلوا البسكوت معاكم بطعم البرتقال تقدروا تستخدموا فانيليا البرتقال بتتباع في السوبر ماركت، او تحطوا بشر برتقال بيكون حلو جدا جدا وبيخلي ريحته حلوة قوي. هبدأ كده اقلب المكونات دي كده بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش هنحتاج خالص اي حاجة غير التقليب. تمام، ولا نحتاج مضرب كهربائي ولا حاجة، هو بايدينا كده بالمعلقة. ببدأ اقلب كويس جدا وفي الاخر بشيل المعلقة وبقلبها كده بايديا. لو حسيتي العجينه معاكي بتلزق معاكي في الايد يبقى لازم تحطي شويه كمان من الدقيق، فانا استخدمت كمان ربع كوبايه من الدقيق. تمام، لحد ما العجينه ظبطت معاكي. يعني ممكن تزودي معلقه معلقه لحد ما العجينه تظبط معاكي وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. يكون القوام بتاعها ناعم جدا. طبعا بنغسل ايدينا من العجينه الاول، وبناخد كده قطعه وبنكورها بين ايدينا. لو طلعت معانا ناعمه جدا ولما نضغط عليها كده يعني ما بتسيبش كده اي تشققات، تعرفوا ان كده العجينه معاكي مظبوطه وهتطلع ناجحه جدا جدا. هبدا كده اعملها كور صغيره وبرصها كده في الصينيه مدهونه دهنه خفيفه خالص من الزيت، او تحطوا فيها ورقه زبده. تمام، هعملها كده كور متقاربه كده في الحجم على قد ما اقدر. تمام، او تقدروا تشكلوها باي حاجه تحبوها، يعني ممكن تشكلوها بالمكبس بتاع البيتيفور او بماكينه البسكوت لو حابين. تمام، دي كده الكميه اللي طلعت معايا حوالي 40 بسكوته من كوبايه ونص او كوبايتين الا ربع بالظبط من الدقيق. تمام، هبدا بقى كده اعمل لها كده شكل بسيط. جبت كده شوكه وهبدا كده دهنت ظهرها بالزيت، وبحطها كده في طبق فيه كاكاو خام، وهبدأ كده اضغط على البسكوتات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا تعملوه كمان بالمعلقة كده، تشكلوها كده بالمعلقة خطوط بالمعلقة. تمام، او تشكلوها باي بصامة او اي حاجة موجودة عندكم. يعني الطريقة سهلة جدا وبسيطة، تقدروا تعملوها باي حاجة. تمام، تقدروا كده تفردوها بين ورقتين زبدة وتقطعوها كده باي قطاعة، اللي هي قطعات النجمة والوردة والقلب والحاجات دي زي ما انتوا حابين، بس دي اسهل واسرع طريقة تقدري تشكلي بيها البسكوت. تمام كده، خلصت الكمية كلها دخلتها على فرن سخن على درجة حرارة 170، واخدت معايا حوالي تلت ساعة. بتاخد من تلت ساعة ل25 دقيقة. بشغل الفرن من تحت بس لحد ما تاخد لون معايا ذهبي من تحت. ببدأ كده اشغل لها الشواية عشان تتحمص كده من فوق وتاخد لون ذهبي خفيف خالص من فوق. زي ما انتوا شايفين بيطلع شكله حلو قوي، وعايزه اقول لكم طعمه بجد رهيب. يعني جربوه بجد تحفة جدا. تقدروا كمان تحطوه كده للولاد في اللانش بوكس، هيكون سهل معاكم وهيكون كمان موفر وسريع جدا جدا، تقدروا تحضريه بسهولة وبسرعة جدا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، كمية حلوة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.